ولا في الحكم الإلهي، لكن التفضيل موجود في الفكر المجتمعي، في عاداتنا وتقاليدنا. وجن رولا خاليست دحمو آلياده وآليه هي بالكشانده هيزا جني گو چه بقوت بإرادة جن بمورالك خور أو هيز دست بيكر وجنك آزاد دار سلاحي خواه وداكت قادا شورشي شخو شورش وگو امزانه شورش جنهی اف شورش بار شورش رجابا جنه هلاني تحمل إرادة عزيمة وروحا لا تعرف الخوف. حضورها ليس مجرد مشاركة، هي رسالة تحدي وصوت يؤكد أن البطولة ليست محصورة بجنس بعينه. ففي عام 1941 يعد الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول في العالم التي سمحت بمشاركة النساء بشكل واسع ورسمي في الجيش. الصلاة والسلام مجرد مواجهات عسكرية، بل كانت صراعات من أجل البقاء والتماسك المجتمعي وحماية المجتمع والحفاظ عليه. في هذا الصراع لم تكن النساء صامتات واقفات بالخلف نهائياً، بل كن عناصر فعالة يضمدن الجراح، يحافظن على استقرار المدينة ويشاركن في القتال مباشرة ويؤثرن في القرارات السياسية والعسكرية في أغلب الأحيان. كان المجتمع الإسلامي الناشئ في المدينة يعيش بشكل تهديد دائم، عدم استقرار أبداً. في هذه الحالة يكون الدفاع عن المجتمع فرض عين على كل رجل وامرأة مثل وقتنا الحالي. عن المرأة كعنوان في الحياة. قديما كانوا يقولون إن المرأة هي نصف المجتمع، ولكن وثبت بالدليل القاطع إن المرأة هي الزوجة والأم والأخت والابنة، يعني كل المجتمع. هيز يعني وكو ترسك جديد لما قلت صانعات شو تشتكي جيران يعني شبرتي جبولو مواجهات يعني امبيجن تشتكي قال لك زحمتي او شيء دماغو او بريارة فات بيجو بتجيبينه إيرو عندنا من نافي أولده وكو هبالا ما استاذ خلود يعني أنا سر زمان. السربي أساسي بيوستا حموجن تكوشين أخوات ضها خورتر بكن جبركو درفتك ديروكية كاتيا دستماده اگر کو امنا کاربن في درفته بنرخيني براستي روشا مجنا پر خطره و پروي بر خرابي وجهره حتى نها قالك جني رقاي جار ديباني متكن دخوازن وگري جبركو هذا شيء دولتا دمكي دخوازه سوريا كي رش و طاري آوابكي پرده جار ديدين سر چاوه جني عجبه وي اوه جني تي پارستن نا ام بيناجي خود اصرارن بلا حمو جهان زانبن اگر کو اف 14 ساله تکوشینا ما بیناور خواستن بحمو پروپاغاندا بحمو تکنیکا خو بحمو ایریشن خو بریا میته بریا استخبارات بریا شر طيبات خواستن اوجنه تو نبکه لنگاری بو تشتک نمال سرمدن منکرن فاسیاوت كون خباتك كل زنجينة بتهايبت شبوه بالي يبتجي شبوه دبيشين يبتجي تمثيلشي عملي يبتجي ناسنامة عملي أمي شاوا كاربن أبدس كبتيه بو إنها دست مدى شاوا كاربن بباريزن جبرك بحزارة بدل جران مدى بحزارة الشهيدة ميجو هجابون. وأقول العدالة تبدأ بالمساواة بين الجميع. هنا طبعا ذكرت بالبداية يمكن الرفاق ما فهموا مني، وحدات حماية المرأة ليست مجرد مجموعات مقاتلات، بل جزء من بنية عسكرية وإدارية أوسع مرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية. بعض القوى السورية ترى أن دمجها بشكل مستقل قد يكرس وجود قوى غير خاضعة بالكامل لسلطة الدولة المركزية، مع أنه اليبتجي طبعا تمثلنا وتمثل جميع المكونات. البيان الختامي لندوة الحوار
الحوارية التي أقيمت باسم منسقية مؤتمر ستار تحت شعار يا بجة تمثلنا. لقد أثبتت المرأة إرادتها وصمودها وقدرتها على تحمل المسؤولية في أصعب الظروف. إن المرأة السورية كانت وما تزال جزءاً أساسياً من تاريخ هذا الوطن. لقد شاركت في بناء المجتمع وتحملت أعباء الحروب والأزمات. قدمت التضحيات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والإنسانية. رغم هذا الدور الكبير ما زالت تعاني من التهميش والإقصاء في العديد من القضايا المصيرية، وعلى رأسها ما يتعلق بالدستور السوري وصياغة مستقبل سوريا. إننا نؤكد أن تهميش المرأة في الدستور السوري لا يمس النساء فقط، بل يعكس سلبا على مستقبل سوريا بأكملها، لأن بناء دولة ديمقراطية عادلة لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة المرأة بصورة حقيقية ومتساوية. وبالتالي تم الخروج ببعض من التوصيات والمخرجات وهي كالتالي: التأكيد على تضمين مواد دستورية واضحة تضمن الحقوق الكاملة للمرأة تحمي مشاركتها السياسية والاجتماعية والعسكرية دون أي تمييز. ضمان التمثيل الحقيقي والعادل للنساء في صياغة الدستور وفي جميع مؤسسات الدولة وصنع القرار. رفض جميع أشكال التهميش والإقصاء التي تستهدف النساء والعمل على تعزيز دورها كشركات أساسيات في بناء سوريا المستقبل. دعم حماية المكتسبات التي حققتها النساء في مختلف المجالات. الاعتراف بالدور التاريخي والإنساني الذي قدمته وحدات حماية المرأة في الدفاع عن المجتمع وحماية النساء وتعزيز قيم الحرية والعدالة. التأكيد على أن أي دستور أو عملية سياسية لا تعترف بحقوق النساء ودورهن الحقيقي لن تمثل جميع السوريين والسوريات ولن تحقق العدالة والديمقراطية المنشودة. المرأة حياة حرية، المرأة حياة حرية.